يلا خشوا على مطبخ رودي لكل شيء وشوفوا الطبق الجميل دوت اللي شكله يعني يفتح النفس كده. اتعمل ازاي؟ وكنا زمان بنعملها غلط، وديت الطريقة الصح بتاعت السبانخ. دي الطريقة الصح، مش الطريقة بتاعت زمان بتاعت اهالينا بنحط كله على بعض ونحطه على النار، او نحط السبانخ نسلقها ونصفي ميتها وبعد كده ناخد الورق بتاعها. مفيش الكلام ده. خش على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي التفاصيل بالظبط 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 ازاي، واعملي زيها بالظبط. تمام. تمام. وادي شوية شوربة وشوية رز كده حلوين كده بشعرية حبة وحبة، اللي يريحك، اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. انا جاية النهاردة عشان نعمل مع بعض سبانخ. شايف انا غسلته حلو جدا ونضفت الرز زي ما انتوا شايفين كده، وكزبرة ناشفة وايه وربطة شبت. تمام. يلا بينا اقول لكم هنبدأ ازاي. اول حاجة همسكها اقطعهم دلوقتي اخرطهم وارجع لكم تاني. تمام. وهخلي الرز لوحدها عشان اقول لكم هنعمل بيها ايه في الاول. ادي الرز اهيت، وهنا معلقتين اتنين رز، وهنا الشبت والكزبره خرطناهم، وادي السبانخ بتاعتنا خرطناها حلو جدا. تعالوا بينا على البوتاجاز بتاعنا وعلى في الحله ونقول هنعمل ايه. هنعمل التخديعه بتاعتنا ازاي. تمام. هننزل معلقتين سمنه حلوين كده ومعلقه زبده عشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش. تمام كده. تمام كده. يلا هنسيح الزبده جنب مننا في حله فيها شوربه عماله تسقط على البوتاجاز، عشان كده اتاخرت عليكم شويه. يلا نزلنا بالبصلايه وقطعنا بصلايه حلو، جنب مننا راس توم جميله برضو قطعناها قشرناها وقطعناها حلو كده اهيت. هننزل بمعلقه الثوم مع البصل لحد ما تحمر كده. يلا بينا صلي على النبي على ما تحمر معانا البصلايه والثوميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحلى أكلة في الشتاء في الجو اللي احنا فيه ده هي السبانخ. السبانخ طعمها بتبقى تحفة جدا جدا جدا، وفايدتها حلوة قوي قوي قوي، وكلها حديد، لانها كلها زي ما انتم شايفين خضره، كلها خضروات وبصل وتوم، يعني كلها فوائد من كل مكان. وكان في ناس بيعملوها زمان مش مظبوطه. انا هعمل لكم السبانخ المظبوطه. نزلنا بمعلقتين. مين يقول؟ معلقتين صلصه حلوين كده. هنشوحها بس مع البصل والثوم لحد ما تبقى زي ما انتم شايفين كده ناشفه شويه. جنب مننا طماطم، شفشق طماطم اهي. هننزل بشفشق الطماطم وهنسيبها تغلي غلوة واحدة بس، واقول لكم هنعمل ايه. تمام. بس كده هنغطيها ونسيبها واقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. تعالوا احكي لكم بقى عن الناس اللي كانت بتعملها زمان بتعملها ازاي. طيب تعالي ننزل باللحمه. الحله اللي جنب مني فيها لحمه، مسكتها قطعتها حتت صغنطوطه زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بيها في الصلصه. ودي الروس اللي احنا عملناها مع بعضينا، الراس بتاعه السبانخ ما بتترميش طبعا، خساره جدا عشان بتبقى طعمها حلوه جدا. وما نغسلش الخضره بعد ما نقطعها، نغسلها قبل ما نقطعها وننضفها ونظبطها، وبعد كده قطعوها براحتكم عشان الفايدة بتاعتها ما تنزلش في المية. عشان احنا بنعمل سبانخ ليه؟ عشان فايدتها. احنا كده نزلنا معلقة فلفل اسود وسبع بهارات. تمام. واللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، كزبرة ناشفة. وهنا ديت الخلطة اللي انا عاملاها معاكم قبل كده، التوابل مشكلة بس كده. وديت معلقه سكر مش ملح، معلقه سكر. هنسيبهم ايه مع بعض كده يتجانسوا مع بعضيهم شويه، وتاخدوا غلوتين كده حلوين اهي لحد ما الرز بتاعنا يطيب. واول ما الرز بتاعنا يطيب هقول لكم هنعمل ايه تاني. تمام. تمام اهي. بصي هنشوف الرز بتاعنا كده طب ولا ما طبش. دي معلقه ملح. نزلنا بقى ايه معلقه ملح حلوه كبيره كده او معلقتين حسب. ما تحيقهاش جامد، ما تحطلهاش ملح كتير، عشان كده كده السبانخ اصلا بتبقى مملحه، يعني بتبقى فيها حدقها يعني.
مع الغليان بتحدق كده. طابت معانا اهيت، الرز بتاعنا طاب. هننزل بالسبانخ والخضره بتاعتنا. بصي اهيت. كانوا زمان بيعملوها ازاي بقى؟ يحطوا كله على بعضه زي ما انتوا شايفين كده، ينزلوا بالسبانخ بعد ما طبعا بيسبكوا الطماطم، ينزلوا بالسبانخ وعلى الوش كده يروحوا رشين على الوش كده المعلقتين الرز او 3 معالق رز حسب. تمام. ولما الرز يستوي قال ايه؟ يطفوا عليها كده. طبعا غلط، لازم تسوي الرز الاول، وتسوي الرز كمان لو فيها راس، ما فيهاش راس خلاص وتسوي الراس، وبعد كده تنزلي بالسبانخ تسبكي كمان وما تسبكيهاش قوي كمان، وتروحي نازله بالسبانخ يا دوبك بس تكب ميتها وترتاح في قلب الصلصه بتاعتها وتبقى حلوه. قلبيها تقلبتين وتطفي عليها على طول. وبعد كده هنديها الطشه بتاعت الملوخيه زي الملوخيه بالظبط، ما بتشيها بالطش دي وبرضك ما بتغطيهاش. بصي الحله كانت مليانه جدا طبعا عشان الورق، ولكن لما نزلت دبلت شويه ونزلت في ارضيه الحله اهيت. بص ارضيه الحله نضيفه زي الفل اهي. بص كبت ميتها اهيت، ولسه هتديها ميه تاني. ولو حابه تحطي حبه شوربه حطي حبه شوربه. هي كده كبت ميتها شربت ميتها. هنديها شويه شوربه، شوربه لحمه اهيت، قد كوبايه كده ولا حاجه. نسيبها تغلي غلوه صغنونه، مش عايزين نضيع الخضار الجميل ده اهو في الغليان. تمام. هنمسك الراس التوم دلوقتي نقطعها وندقها في الكبه وندقها في اي حاجه في الهول في اي مكان يعني زي ما انتوا عايزين. يلا بص البوتاجاز عمل ازاي من اللحمه. اللحمه صارت على البوتاجاز ومعرفتش اغسل البوتاجاز. اهي بص اللحمه بوريكي حله اللحمه اهيت. السمنه ساحت معانا ومعانا الراس التوم. هننزل بمعلقه التوم اول ما تخش على حمران كده او على احمرات على رأي اختي هننزل بمعلقه كزبره، برضو كزبره ناشفه. في ناس بقى كانوا بيعملوها ازاي تاني؟ كانوا يسلوها ماشي، تكب ميتها ويصفوا ميتها وبعد كده ياخدوا لك الورق. ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ انتوا كنتوا بتعملوا السبانخ غلط جدا جدا. اهالينا كانوا بجد كانوا بيعملوها غلط، ما كانش بتتعمل كده. بص الخضار بتاعها جميل ازاي. طول ما فيها الخضار كده فيها صحه، فيها فيتامينها فيها وكل حاجه. يلا هننزل بالمعلقه الكزبره هنقلبها حلو كده. السبانخ مش على النار، هي بره النار. هننزل هنتش كده يعني هنديها صدمه، بس طبعا مش هنغطيها عشان ما ترقدش، ما دي برضك بترقد في ارضيه الحله. فاحنا هنعملها كده، هنعمل في حبه. طبعا كان نفسي والله تسمعوا الطش. بصي في قلب البتاع اهي بس كده، وخلصت معانا وبقت جميله. والخضار بتاعها زي ما هو اهو زي ما انتوا شايفين كده، حاجه كده تحفه جدا وطعمها حلو قوي قوي. يلا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون فدتكم باي حاجه وعرفتكم الطريقه الصح. الطريقه الصح اللي انا عملتها دي تخليكم ورايا لاخر الفيديو. صدقوني هي دي الطريقه الصح، مش طريقه زمان نحط كله على بعض والكلام ده كله. لا لا، بص الخضار بتاعها طبعا الكاميرا والله ظلمها بجد، وطعمها تحفه تحفه. دي ما باتتش على فكره، دي ما باتتش. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.